الخاصة بالجولة الأولى. الانطلاقة تأتي الآن. صافرة فريق الجيش الملكي. تمريرة داخل منطقة الجزاء، فرصة راسية. أول محاولة سانحة التهديف. أول فرصة تأتي مع انطلاقة المقابلة بعملية هجومية. الارتقاء كان ديال اللاعب غيلوف، الطريقة ديال التمرير، أيضا التعامل مع الكرة في الخط الأمامي. فرصة تصويبة أمامية، محاولة ممتازة. الحارس يتصدى المحاولة الجيدة والحارس يتصدى مع واحدة من أبرز الفرص على مستوى التصويب. كرة لا تزال الشباب المحمدية داخل منطقة الجزاء، عملية الاستخلاص، لكن هناك تغطية وابعاد للملعوبه على مستوى الخط الامامي. فرصه فريق الجيش الملكي. محمد ربيع حريمات كان في وضعيه مثاليه، ما استفدش من الكره ديالو اولا. كيرجع من جديد عمليه هجوميه لفريق الجيش الملكي. فرصه ما تلعب لصالح فريق الجيش الملكي. الانسلال، البحث عن الكره الجانبيه العرضيه، ولكن يبعد. او عبد الفتاح حدراف اخذ ورد. عبد الفتاح حدراف محاوله اللحاق بالكره، تدخل. هناك مخالفه قريب الحكم المساعد ذلك يشير الراي معلنا على ذوحيه سعيد للتنفيذ. تنفذ داخل منطقة الجزاء، رأسية متواصلة. بحث عن حريمات، محاولات من أجل تحقيق الأهداف. تمريرة عرضية جانبية والحارس في المكان المناسب. يسرى عملية هجومية، كرة تنفذ داخل منطقة الجزاء ومباشرة إلى خارج الخط الخلفي للملعب. تمريرة كما فعل زحزوح، يستلم تمريرة عرضية جانبية. فرصة خالد تورخان في وضعية مثالية، تصويب تعود مرة ثانية. الشباب المحمدي وفريق الجيش الملكي، أكيد أننا نتحدث عن تاريخ مهم جدا من المباريات القوية في الوقت للتصويبة مباشرة صوب الحارس شاف الدلوزي. ثم تمريرة عرضية جانبية تأتي بهذه الكيفية. خروج ممتاز للحارس، العرضية من ياسر الزين وتصدي من أيوب الخياطي في المكان المناسب، يتمكن من إيقاف هذه العملية. عديد من رأسية مباشرة إلى خارج وقعة الملعب، ضربة مرمى. تشيستاف بقاد فريق أبا قبل المنتخب البولندي، كانت عنده عديدة. ضاعت الكرة، فرصة متاحة لفريق شباب المحمدية داخل منطقة الجزاء. تصويبة زين الدين دراج، كان بإمكانه أن يقع في المحظور منحة هادية، ولكنها محاولة تصويب. تمريرة عرضية جانبية من عبد الفتاح حدراف، راسية مرة ثانية مستمرة متواصلة وتصويبة. وقت اللي كتجي تمريرة ممتازة، فرصة ديال التصويب، فرصة ديال التصويبة، ولكن التصدي من جانب الدفاع. يلعبها الجانب مع عبد الفتاح حدراف، ينطلق داخل منطقة الجزاء. تمريرة الهدف، والهدف الأول، الهدف الأول لصالح الجيش الملكي. الجيش يضع عنوانا خاصا له في مباراة اليوم بهدف يأتي بهذه الكيفية من الجهة اليمنى. الانطلاقة، العمل، كل العمل لعبد الفتاح حدراف على مستوى الانطلاق، على مستوى التمرير، وبعد ذلك تستثمر الكرة على النحو الأمثل ليكون الهدف أو لصالح فريق الجيش الملكي. 1-0 النتيجة مسجلة إلى حدود اللحظة. الجيش الملكي الذي يستحوذ على 69% من نسبة باش يلعب هذه الكرة أمامية. حريمات، عملية الاختراق، المرور، لكن هناك تغطية. الخطأ، الحكم كيشوف بين هناك الكرة في الركنية لصالح زحزوح. كيرفع الكرة ديالو داخل منطقة الجزاء، راسية. رجعت مرة ثانية عند بن زحزوح، كيتمكن من الكرة ديالو. تمريرة عرضية جانبية داخل منطقة الجزاء. وهناك أول حديثنا اليوم على مدرب فريق الجيش الملكي تشيسلاف، من وضعية مثالية. نسباش، تمريرة عرضية جانبية، وهناك تغطية الدفاع. تمريرة ممتازة خالد تورخان، وتصويبة من زحزوح إلى خارج رقعة الميدان. كانية التمرير داخل منطقة الجزاء، كما يتأتى خالد تورخان. لم تغادر الكرة، لا تزال مستمرة. ضائعة كرة لشباب المحمدية داخل منطقة الجزاء بالكعب، لا تزال مستمرة ومتواصلة في الوقت اللي كان الخطأ، كل الخطأ قادم من هنوك ايرون. كرة وعملية هجومية من زحزوح، تمريرة عرضية داخل منطقة الجزاء، تجهيد حال. لاحظوا هنا كرة تمريرة عرضية جانبية، راسية، هدف جميل بطريقة ممتازة. العميد حريمات كيتمكن من زيارة الشباك ويسجل الهدف الثاني برأسية بديعة عرضية. كرة لعبات بهدوء في غياب الرقابة لعميد فريق الجيش الملكي محمد ربيع حريمات. لاحظوا حتى الحارس يتحسر انه يتواجد لاعب في هذا المكان، وبقيمة حريمات فارغا
الشيء اللي خلى انه ياخذ وضعيه مناسبه لتحويل الكره صوب المرمى لتجنب ارتفاع الحصيله التهديفيه. انس باش ينطلق يهيئ نفسه ليرفع كره، تمريره عرضيه جانبيه 3 ديال اللاعبين لاضافه اهداف اخرى. لاحظوا حريمات يحصل على مخالفه وينصف الحكم ويعلن على خطا للجيش الملكي. دا كما فعل تصويبه ممتازه، لعبت بشكل ممتاز. قلت على ان امين زحزوح معروف عليه التصويب المباشر، ودا كما فعل، خدا الثقه في نفسه، صوب من امين زحزوح كي اختار عند حريمات، ولكن الدفاع كترجع مره اخرى تصويبه بعيده. الفكره جميله ولكن التطبيق صعب لانس باش الذي حاول وضع الكره في الشباك. كره صالح فريق الجيش الملكي الان، محاوله ولكن كاين هناك تدخل. لكن شوفوا هنا كره اخذ ورد بين لاعبي فريق الجيش الملكي، كره ممتازه، محاوله عند حريمات تصويب، هدف ثالث عميد الفريق الجيش الملكي، ولكن رايه مرفوعه من الحكم المساعد معلنه عن تسلل. الحكم يقر بمشروعيه الهدف، هدف ما كاينش تسلل، ومحمد ربيع حريمات يسجل ثاني اهدافه في هذه المقابله. 3 ديال الاهداف مقابل لا شيء، هي النتيجه المحققه الى حدود اللحظه. المحمديه اختراق، محاوله جيده ولكن في غياب لاعب بامكان ان يكمل الكره لانه الانطلاقه كانت جيده. انس بكرام لاعب انس كيبحث على التمريره الجهه اليمنى، ممتازه هذه، والتغطيه ديال الدفاع ولا تنفذ داخل منطقه الجزاء، بحث على راسيه ما كملاتش. احمد حمودان دخول داخل منطقه الجزاء، وهناك تغطيه من الدفاع، ابعاد الخطر وازاحه الكره صوب الركنيه. شيء كره لفريق الجيش الملكي، محاوله الحارس لازم تماما. انس بكرام تصويبه ممتازه صوب الحارس. كانت براعه وكانت رغبه رائعه منه في التمرير والمرور. لعبت كره اماميه، محاوله داخل منطقه الجزاء، مراوغه الحارس، فرصه الهدف الرابع، والرايه مرفوعه من الحكم المساعد. الحكم المساعد يرى ان هناك تسلل، سنتابع الاعاده ستوضح ذلك، لانه بناء العمليه الهجوميه كان سريع، بناء الكره كان سريع من تمريره عرضيه جانبيه، فرصه داخل منطقه الجزاء، هدف ثالث، هاتريك يحضر اليوم من جانب يؤكد انه حاضر، انا هنا، انا متواجد واعزف على جيتار الاهداف على الوتر الحساس. حريمات يحرم فريق شباب المحمديه نعم من اهداف، من انتصار، من تعادل، لان حريمات اليوم وقع 3 اهداف، هاتريك بالنسبه له، بالاضافه ايضا الى هدف جويل بيا، 4 اهداف، اختراق، دخول داخل منطقه الجزاء. يا سلام على هذا الهدف الرائع، على زحزوح الذي يصنع اليوم هذا الفرح وينشره لجماهير فريق الجيش الملكي، لكنهم قصوا على فريق شباب المحمديه 5 أهداف مقابل لا شيء. نعم الجيش الملكي يقسو على فريق شباب المحمديه. المدرب الذي يبدو على انه مرتاح، المدرب الذي قدم كل ما يمكن